يسمع النبي الكريم بكاء رضيع في صلاة الفجر، كأنه ببكائه يخاطب أمه. والعادة أن أطول صلاة في حياة النبي هي صلاة الفجر، فقرأ أقصر سورة وسلم. فلما سألوه: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: سمعت بكاء طفل ينادي أمه ببكائه، أردت أن أرحمها. هي رحمته. كان يرتجف من أعماقه إذا رأى دابة تحمل فوق طاقته، فكيف الذي يحمل شعوبا فوق طاقته؟ كان يرتجف إذا رأى دابة تحمل فوق طاقته. رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال: هلا حجزتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده يحبها كثيرا، لعله يبقى بها. فلما بلغه قلقهم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، ما تخلى عنهم أبدا. أيها الإخوة، كان مع أصحابه في سفر، قال أحدهم: علي ذبح الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. سيد الأمة، زعيم الأمة، قائد الجيش، يعني ملك، رئيس، نبي، رسول، قال: وعلي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذه سنته. يعني قصة يمكن أن تشرح بسنوات. دخل أعرابي على مجلس النبي، تأمل في أصحابه، قال: أيكم محمد؟ ما في كرسي خاص له، ما في مكتب فخم، ما في شيء يجلس عليه خاص. ففي روايتين، الأولى أنه قال: أنا، والثانية أحد الصحابة أشار إليه: ذاك الوضيء. ألا تفهمون منها أنه لم يكن متميزا على أقرانه؟ يعني في معركة بدر الصحابة 1000 والرواحل 300، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. قائد الجيش، زعيم الأمة، بيسوي نفسه مع أقل جندي. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. هي الرحمة. أخواننا الكرام، اتصل بالله. إن اتصلت بالله الصلة التي أرادها الله يغدو قلبك رحيم. ترحم من حولك، فإذا رحمت من حولك أحبك من حولك، وإذا أحبك من حولك التف حولك من حولك. هذه الآية يحتاجها كل إنسان، أب، أم، معلم، رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، يحتاجها أي إنسان ولاه الله على 10. فبما رحمة